هناك اتهام قبل أيام من قبل مسؤولين في محافظة نينوى لمعبر ربيعة، وهذا المعبر الذي كان منفذ كبير لمسلحين يقومون بأعمال في محافظة نينوى وبالخصوص مدينة الموصل. ماذا عن هذه الاتهامات؟ وماذا عن عائلة شمر وسترتهم على هذا المنفذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أهلا وسهلا بكم ونرحب بكم في مضارب شمر في نينوى الحبيبة على كل العراقيين. وبالنسبة لسؤال المنفذ الحدودي أولا هو جهة رسمية وليست جهة عشائرية حتى نتكلم على المنفذ الحدودي، لكن بما أنه في مناطق تعيش قبيلة شمر، في منطقة قبيلة شمر، فأنا ممكن أتكلم بهالخصوص. المنفذ الحدودي فتح من 2003 وإلى حد الآن، وهو يدار إدارة خالصة من وزارة الداخلية العراقية، وهي مسؤولة عن تعيينات في المنفذ، ولا يوجد أي شخص يقدر يعين بالمنفذ إلا بأمر إداري من وزارة الداخلية، فالتعيينات تجي من هناك. أما بخصوص علاقتنا بالمنفذ حنا مستعدين نساعدهم في حال احتاجوا أي شيء، لكن ما طلبوا مننا الناس هم ولا مرة. بالإضافة إلى أنه المسموع أكثر من الحقيقة. المنفذ به تقريبا 600 موظف، 87 واحد فقط من أهالي المنطقة، 87 موظف من 600 موظف، يعني نسبة حدود 14-15%. فأعتقد الإدارة من وزارة الداخلية. أما سوء إدارتهم أو حسن إدارتهم تقيمه وزارة الداخلية، ما نقدر نقيمه حنا، لأن وزارة الداخلية بالإضافة إلى وجود فريق عمل جمارك من قوات التحالف في المنفذ الحدودي، وهذولا دائما وجودهم، بالإضافة إلى وجود الأجهزة اللي موفرين القوات التحالف. سمعت جهاز الفايزز يسمونه، ما أدري هذا خصوص الجوازات، أجهزة السونار موجودة عندهم. فالعلاقتنا به المنفذ ما تعدى على أنه فقط في منطقتنا ويدار من قبل عراقيين، هذا اللي نعرفه. لكن أنا أساعد الدولة، أنا ما أمثل الدولة. أنا بالنسبة لنا احنا نقدر نعاون الدولة لضبط الأمن، وهذا اللي قاعد نقوم به على مر جميع الحكومات والأنظمة اللي حكومات العراق. احنا دورنا كان تأمين المناطق هذه، مناطقنا، لأن الناس بدون أمن الناس بدون كرامة. سيطرة ضمن المجمع الحدودي، أنا اللي أقوله ضمن الحدود في قرار أنه عدم دخول أي مواطن أجنبي إلى العراق. فلها السبب هذا وجدت ساحة يمكن للتحميل والتفريغ لعدم دخول السواق اللي هم الأجانب إلى العراق. هذه هي الشيء الموجود. أما موجودة تجاوزات لا تتعدى التجاوزات، أقل من التجاوزات الموجودة في مدينة الموصل أو في مدينة بغداد أو في مدينة البصرة أو في أي مكان آخر. نعم. بالنسبة للخدمات التي تقدم دائما هناك شماعة الوضع الأمني في منطقة ربيعة باعتبار أنه جيد جدا، ولكن هل الخدمات اللي وصلت إلى مدينة ربيعة بشكل كافي؟ هناك تعانون دائما من قلة الصحة والتربية والتعليم وغير ذلك. أسألك شنو الخدمات اللي وصلت؟ ما يعني مع الأسف احنا نتكلم عن الخدمات ما وصل ولا شيء. يعني وجود الوضع الأمني الجيد. نعم الوضع الأمني جيد جدا. الآن ما نقول بس مستشفى، طبيبة نسائية ما عندنا. أما المستشفى فحدث ولا حرج. ماتوا عندنا عشرات الأطفال والنساء والرجال لحاجتهم إلى علاجات بسيطة، إلى عمليات بسيطة صغرى، لعدم وجود مستشفى. التعليم، معلمين يكاد يكون عندنا عجز شبه 80% بالمعلمين. البطالة عندنا يمكن 100%، لا الخريجين ولا غير الخريجين يحصلون وظائف. على عدم وجود ممثل لهذه المنطقة في المجلس المحلي أو المجلس البلدي الموجود في محافظة
محافظة نينوى؟ ما أظن، لأن مفروض المجلس المحلي أغلبيته مو من الموصل. أنا حسب أغلبيته يعني يوجد به يمكن جهتين أو ثلاث أو جهة واحدة يمكن بالموصل. البقية أبناء الموصل 90% من أبناء الموصل أو أكثر لا يوجد لديهم ممثلين، ما عندهم ممثلين في محافظة نينوى. شارك أهالي مدينة ربيعة بأي قوة أمنية حكومية من جيش أو شرطة؟ وهل تدعو أنت حضرتكم إلى تشكيل قوة من أهالي المنطقة لحماية المدينة؟ أولا منطقة ربيعة الجيش، وبالرجوع إلى السؤال مع المنفذ الحدودي، مو بس المنفذ الحدودي نسبة أهالي المنطقة قليلة جدا أو شبه معدومة، إنما بالجيش ما يتجاوز نسبتهم ولا 1%، يمكن 1% بالجيش الموجود. أما اللي نتأمله نعم نأمل أنه مشاركتهم وشباب مستعدين للدخول إلى الشرطة أو إلى الجيش أو إلى الحدود في حال وجود باب لهالشيء هذا إن شاء الله. ما هو دور عشائر شمر في المرحلة المقبلة خصوصا بعد تطبيق الحكومة العراقية الخطة الأمنية الجديدة والشروع بعمليات أمنية في مدينة الموصل، وما هو رأيكم بالصحة؟ أولا نأمل من الدولة، من الحكومة العراقية، نأمل من الحكومة العراقية إن شاء الله أنه مراعاة المواطنين بهالعملية الأمنية، وأن لا يصير تجاوزات على المواطنين، لأن الحقيقة عندنا قبل العملية الأمنية عندنا تجاوزات من قبل القوات الأمنية على المواطنين، فنأمل أنه هذا ما يصير. أما مسألة حفظ الأمن، كل عراقي بده أنه ولده يروح للمدرسة هو مرتاح مطمئن على أمانه. اليوم يعني كثير من الناس ما تبعث أولادها إلى المدرسة أو بعثوهم إلى مدارس يمكن خارج العراق، كله من شان الأمن. فالأمن هذا مطلب العراق الآن، اليوم الأمن قبل الغذاء صار بالنسبة له. حافظ نينوى لربيعة بأنها حاضنة الإرهاب. حاضنة الإرهاب. أولا أبناء المنطقة هذه هم جزء من أبناء العراق، ويستحيل يكون لهم يد بأذية أي عراقي سواء بالشمال أو بالجنوب، بالوسط أو بالشرق أو بالغرب. فما ممكن الحكي هذا مو صحيح، إنما لأسباب سياسية، وهدفه هو صيدرة الأحزاب اللي الآن هي السيطرة على سنجار وزمار وبرطلة وتلكيف، والآن يراد سيطرتها على ربيعة، وهذا كله تمهيد لهالأمر هذا. حنا نعتقد هالأمر، لأن من ساعة قلت لك كم إرهابي من أهالي المنطقة موجودين الآن بالسجون، كم أجنبي مسك في المنطقة، كم مخزن سلاح ضبط بالمنطقة، ولا شيء. كله هذا الحكي مو دقيق، ونحب نسمع نشوف الأدلة، ما نسمع أدلة. ناشدين الحكومة المحلية بزيارة مناطقكم، سمعنا أنه لم يتم زيارة احتمال لمرة أو مرتين فقط من خلال المحافظة. والله خلال 5 سنين يمكن ما صارت زيارات. أبواب المنطقة مفتوحة، والمواطنين سعداء أنه يلقون من يسمعهم ويلبي لهم طلباتهم، مو فقط يسمعهم. من خلال ما تفضلت به عن نقص الخدمات والجوانب الصحية، ما هي مناشدتكم للحكومة في المرحلة القادمة، خصوصا أن المالكي أثناء زيارته الأخيرة أعلن بأنه ضمن الخطة الأمنية ستكون هناك مراحل الإعمار والبناء التحتية؟ والله الحكومة نتأمل بكل خير إن شاء الله بالنسبة للخدمات، خصوصا أنه نسمع أنه هناك تشكيل حكومة جديدة، وإن شاء الله الأمن أولا وخل تجي الخدمات بعده، إن شاء الله يصير خير. الفترة الماضية هل لديكم اتصالات مع عشائر شمر في الجنوب والوسط؟ طبعا، ولحد الآن عشائر شمر نسبة كبيرة منهم عايشين بالجنوب، أكثر من 50% هم اللي عايشين بالجنوب، واتصالات مو مع شمر، مع كل القبائل. وأما اهتمامنا بمحافظة نينوى ما هو بربيعة. والمادة 140 هذه ما ذكرت الموصل، المادة 140 نهائيا ما تطرقت المدينة نينوى، العفو المحافظة نينوى، تطرقت فقط إلى مدينة كركوك الحكي. وأعتقد أنه القانون يحده بوقت والوقت انتهى، فما له دور الآن المادة 140.